عمرك سألت نفسك ليه كل ما تقرر تبدأ حاجة جديدة، جيم، مشروع، نظام حياة مختلف، مخك يطلع لك 1000 سبب عشان يوقفك مكانك؟ ده مش ضعف، ده مخك. الحقيقة العلمية ان المخ كسول مش غبي. نمط حياتنا ثبت مخنا على مبدأ واحد: البقاء بأقل مجهود وأقل مخاطرة. يعني أي حاجة معروفة تبقى أمان، بس اي حاجه جديده بالنسبه له بتبقى خطر محتمل. عشان كده مخنا بيحب الكومفورت زون او منطقه الراحه، وبيقاوم التغيير حتى لو التغيير ده احسن له، وبيترجم اي حاجه جديده كتهديد. طيب هو ليه المخ بيكره التغيير؟ ببساطه لانه بيستهلك طاقه اكتر. التغيير معناه قرارات جديده، مجهود ذهني وعدم يقين، والمخ ده اكبر مستهلك للطاقه في جسمك. فهتلاقيه دايما بيحب الاوتو بايلوت مود. بالنسبه له نفس الروتين طاقه اقل، ولانه بيخاف من الخساره اكتر من حبه في المكسب. وفي علم النفس دي حاجه اسمها لوس افريشن، يعني تخيل مخك بيخاف من الخساره اكتر مرتين من رغبته في المكسب. عشان كده مخك بيقول لك ما تسيبك من المشروع، ما الوظيفه ماشيه والدنيا كلها تمام، حتى لو المشروع ده ممكن يغير حياتك. طيب انا هقول لك مثال: لو شخص ناوي يبدا بيزنس هتلاقيه في الاول دايما عنده حماس، افكار جديده وطاقه، وبعد اسبوعين بالظبط هتلاقيه بيقول لك ان الوقت مش مناسب، خلينا اتعلم اكتر، استنى شويه. وما تخافش، العيب مش فيك، ده مش كسل، ده المفروض ان مخك بيحاول يحميك من المجهول. ليه اغلب الناس بتفشل في البدايه؟ مش لان الفكره وحشه او ان هم مش اذكياء، لكن ببساطه لان المخ مش متعود، مفيش نتائج سريعه فبيطلب الرجوع لوضع الامان. والمشكله ان اول مقاومه من المخ بتيجي قبل ظهور اول نتيجه. وعلى فكره هو المخ مش عدوك، بس هو مصمم اكتر للحمايه. لو سبت له القياده هيخليك مكانك ويخوفك وهيبرر لك القعده، بس لو انت اللي اتحكمت فيه التغيير بيبقى اسهل، والمخ بيتبرمج من جديد، والكومفورت زون بتتحرك معاك. خليك متزن.